السلام عليكم حبايبي، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير دايمًا يا رب. النهارده هنعمل جلاش بطريقة سهلة جدًا، جدًا وبسيطة ما بتاخدش أي مجهود. معايا بقايا من الكنافة مفتفتة، ومعايا جوز هند. هو ده الحشوة اللي أنا هاحطها في الجلاش. هاعمله بطريقة سهلة مش هياخد معايا وقت خالص. بالعصاية اللي معايا دي لو أنتِ شايفاها. سمنة بسيط جدًا ما بياخدش 3 معالق سمنة. فعلًا ما أقولكيش قد إيه جميل ولذيذ، شكل وطعم وريحة ما أقولكيش على الجمال. الجلاش زي ما أنتِ شايفة لازم يكون طري وجميل أوي، فأنا لازم إن أنا أغطّيه عشان خاطر ما ينشفش معايا، عشان أعرف إن أنا أعمل بيه الجلاش بالطريقة دي. دلوقتي أنا هاحطه جنبي وهاغطّيه بأي حاجة، فوطة عندِك، أي حاجة موجودة، كيس بلاستيك اللي متوفر معاه، هاتي عندِك وغطّيه بيه. زي ما أنتِ شايفة أنا جِبت الجلاش، أنا هاغطّيه دلوقتي المفرش بتاعي، ودلوقتي هابدأ إن أنا أعمل على طول. زي ما أنتِ شايفة الجلاش أنا فاردة الورقة أهيّة قدّامِك، ما حطيتش لسه عليها أي حاجة خالص. أنا لقيت إن الصينية مش هتبقى معدولة معايا، فأنا عشان خاطر الصينية ليها حافة كده، فهتغلّبني وأنا باشوف العصاية بتاعتي اللي أنا جايباها. أنا شِلتها دلوقتي وفردتها على الرخامة معايا زي ما أنتِ شايفة. العصاية بتاعتي دي بقى فيها السر، فعلًا سهلة وبسيطة أوي، مش هتخلّيني آخُد وقت وخالص ولا مجهود. أنا دلوقتي بدأت إن أنا ألفّها كده عشان خاطر تبقى متثبّتة معايا. هاجيب بقى السمنة، هادهن بقى أطراف الجلاش من تحت، يعني نُص ورقة الجلاش بس هو اللي أنا هادهنها، عشان خاطر تلزق معايا من الطرف، وفي نفس الوقت تبقى متورّقة معايا. أنا جِبت معايا هنا كنافة، الكنافة دي مثلًا كانت زايدة معايا لمّا عملت كنافة قبل كده وشايلاها محتفظة بيها، فتافيت صغيّرة دي ومكسّرة. جايبة معايا هنا بقى بافرّد الكنافة كويس أوي، وحطيت هنا جوز هند، وهابدأ إن أنا ألِف العصاية بتاعتي دي. بُصّي الطريقة سهلة أوي وبسيطة وما بتاخدش معايا أي وقت خالص ولا أي مجهود، بتلِف في ثانية واحدة. باحاول إن هي تبقى كلّها في نفس المستوى عشان خاطر تبقى كلّها نفس الحجم. زي ما أنتِ شايفة أنا لفّيتها ما خدتش ثانية خالص. هابدأ بقى إن أنا أضغط الكنافة من ناحيتين عشان خاطر تتكشكش معايا، يدّيها منظر جميل جدًا، ما أقولكيش على الحلاوة والجمال. شايفة عاملة إزاي؟ هابدأ بقى إن أنا أطلّعها وهاورّيها لِك. أنا هاحطها في الصينية، أنا جايبة صينية ودهناها مغلفاها. هاحط بقى الصابع وهو متكشكش كده، وأرُص واحد جنب التاني. ما أقولكيش هتشوفي منظرها فعلًا جميل أوي وقد إيه. بيعملوا صينية المكشكشة بيشتروها بالشيء الفلاني، أنا عملتها بس بطريقة سهلة. أنا كده كمّلت الكمية كلّها، بسم الله ما شاء الله، منظرها جميل أوي. أنا دلوقتي هابدأ إن أنا أقطّعها. أقطّع الصوابع على حسب الحجم اللي أنا عايزاه والحجم اللي أنا باحبه، وبيختلف من شخص لشخص. يعني مش محتاجة إن أنا مثلًا أقول لِك قطّعي قد إيه. ده على حسب راحتِك وعلى حسب اللي أنتِ تحبيه. ما خدتش معايا وقت ولا مجهود، فعلًا بالعصاية دي بسرعة البرق تعمليها، يعني ولا الصاروخ ما شاء الله. أنا كده باقطّع فيها زي ما أنتِ شايفة، وزي ما قُلت لِك حجم صوابع زي ما أنتِ تحبيه. شكله فعلًا جميل، ولمّا يستوي بقى بيبان منظره قد إيه هو جميل، وقد إيه هو لونه دهبي، وما أقولكيش على الحلاوة والشياكة كده لمّا تحطيه بقى تقدّميه، حاجة جميلة أوي. أنا حبيت إن أنا أخلّي الصوابع حجمها صغير، ما حبيتش إن هي تبقى كبيرة، فزي ما أنتِ شايفة عملتها قطّعتها أكتر من تقطيعة، وفي نفس الوقت الأحجام متساوية. أنا حبيتها كده وزي ما أنتِ بتحبي قطّعيها يعني. الجلاش ليه طرق كتيرة وأشكال كتيرة، وزي ما اتفقنا مع بعض إن إحنا بنحاول نقدّم وصفات سهلة وبسيطة. أنا دلوقتي خلاص هابدأ بقى إن أنا أدهنه كويس أوي بالسمنة. هي كمية السمنة اللي أنا عملتها ال4 معالق، يعني ما خدش معايا خالص. بالفرشة بتوفّر عليكِ كتير. زي ما أنتِ شايفة أهوّة بادهنها كويس أوي. ما خدتش معايا أي وقت، فعلًا حاجة بسيطة وسهلة. دلوقتي هاحطها في الفرن وارجع لِك تاني. شايفة الشكل قد إيه جميل. دلوقتي هنسقيها بالشربات. بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة أوي. أنا عملت لفة جلاش واحدة فهي عملت معايا الكمية دي. لو أنتِ حابة إنِّك أنتِ تعملي أكتر من كده براحتك، على حسب راحتك. أنا شايفة إن دي كمية مناسبة أوي، وهتقعد معايا ممكن يوم أو 2 أو 3 على حسب أفراد عيلتِك يعني. بسم الله ما شاء الله. أنا دلوقتي هابدأ أميّل الصينية عشان خاطر تتسقّى كويس أوي من الشربات، وهاسيبها هنا مكشوفة. ما أغطّيش الجلاش خالص عشان خاطر يفضل يدّي معايا حبّة قرمشة عشان يبقى جميل أوي. لو أنتِ غطّيتِ الجلاش بيعجّن معاكِ ومش هيبقى حلو خالص ولا لطيف.
شايفة قد إيه هو جميل. أنا دلوقتي هاسيبه لمّا يتشرّب بالشربات وأبدأ إن أنا زي ما أنتِ شايفة أنا جِبت طبق وهاقدّمه لِك، فعلًا ما أقولكيش على الحلاوة والجمال، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة سهلة أوي وبسيطة، ما خدتش أي وقت ولا أي مجهود. هاحاول إن أنا أورّيكِ شكله عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله. شايفة الحلاوة، بس أنا حبيت إن أنا أقدّم الطبق كده قدّامِك عشان تشوفي منظره. بسم الله ما شاء الله جميل أوي وشكله دهبي ولذيذ أوي. أتمنى إن الوصفة دي تعجبكم وأتمنى إن أنتم تنفّذوها، وأتمنى إن أنا أشوف لايكات كتير أوي منكم. وأتمنى إن الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من اللايكات ومن المشاهدات. وأتمنى إن أنا أشوف رأيكم في الكومنتات، أي واحدة عندها كومنت ممكن تسيبه لي في الكومنتات وأنا هارُد عليه. بابقى سعيدة جدًا برأيكم في أي وصفة أنا باعملها. أتمنى إن أنا لو واحدة عندها وصفة نِفْسها تنفّذها تبعتها لي في الكومنت وأنا هانفّذها لها على طول. الحلويات دي أصناف كتير وأشكال كتير وكل شوية بتطلع فيه اختراعات وحاجات، كل شوية من وصفة لوصفة وطريقة لطريقة، كل واحد ليه طريقة مختلفة. أنتِ تعملي الطريقة اللي أنتِ تريّحِك، اللي أنتِ تعجبِك، اللي تحسّي إنِّك أنتِ ما كلّفتكيش لا وقت ولا مجهود وفي نفس الوقت طعمها لذيذ جدًا. الوصفة اللي أنتِ تعمليها تحسّي إن هي عجبت اللي حواليكِ وانبهروا بيها، هي دي الوصفة اللي أنا أقول لِك إن أنتِ نفّذيها. بتبقى سهلة، ما كلّفتكيش حاجة، ما خدتش معاكِ أي وقت، ما كلّفتكيش إمكانيات، ما حبّيتيش إنِّك أنتِ مثلًا تكلّفِك مصاريف كتير وحاجات كتير عشان أنتِ تنفّذيها، وفي نفس الوقت حاجة جميلة أوي وبسطت اللي حواليكِ. وما شاء الله يعني ما أقولكيش قد إيه فعلًا شايفة شكله وشايفة جماله، جلاش جميل أوي ولذيذ. يعني اللي بتعمله بالطريقة دي تقول لي تعرّفني في comment وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.